في بلد إسلامي زي تركيا يطلع عرض فني في جامعة في لوحة أو رمز مسيء للنبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ إزاي؟ وليه؟ فين غيرتكم؟ فين احترامكم للي علم البشرية الرحمة؟ اللي حصل في جامعة بوغازيتشي ده مش فن، ده طعن في قلوبنا واستهانة بمقدساتنا. انت بتتكلم عن أعظم إنسان عرفته البشرية، اللي لما شاف جنازة يهودي وقف وقال أليست نفسا، اللي كان بيبكي من أجلنا وإحنا لسه ما اتولدناش. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، مش بس للمسلمين، ده رحمة حتى للناس اللي بيكرهوه النهاردة. وكل ما يستهزئوا ربنا بيرد عليهم: إنا كفيناك المستهزئين. يعني يا محمد ما تشيلش هم، أنا اللي هرد عنك. لكن السؤال إحنا بنرد إزاي؟ ولا حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم بقى لايفات وهاشتاج بس؟ الرد الحقيقي إنك تعيش زيه صلى الله عليه وسلم، تنشر نوره وسط ظلامهم، وتقول للعالم إحنا فخورين بنبينا اللي علمنا نكون بشر بجد. يا صاحبي ما ينفعش تسيبهم يشوهوا صورته وانت ساكت. حب النبي صلى الله عليه وسلم مش كلام، ده فعل وغيرة وسنة نعيش بيها، مش بس نحكيها. وكل مرة هيحاولوا يسيئوا احنا هنعرفهم اكتر عن نبي الرحمة، هنرد باخلاقه وهنقول بصوت عالي: الا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سلام.